الحقيقة إن أنا من أول ما اشتغلت في المكان ده والطفل ده على طول بيتنمر عليا بسبب لوني، وكان بيستناني بعد كل يوم شغل يضربني هو وأصحابه. رغم إن أنا اشتكيت أكتر من مرة لصاحب الشغل، لكن للأسف مفيش نتيجة. جاتلي الفكرة إن أنا يكون معايا سكينة عشان خاطر أحمي بيها نفسي، وفي يوم من الأيام لقيته مستنيني بعد الشغل عايز أتخانق معاه. وسط الخناقة جت ضربة على دماغي بالحديدة، وقتها الدم فضل ينزل كتير على عيني. ساعتها طلعت السكينة وفضلت أهوي بيها عشان خاطر أتفادى الضربات اللي بتيجي عليا، لكن للأسف الضربات دي كلها جت فيه هو. وقتها هو مات. اتحكم وقتها على الطفل ده ب5 سنين سجن، إن هو ما كانش عنده قصد إن هو فعلا يقتله. في نفس الوقت هو كان فعلا بيدافع عن نفسه في الخناقة. قصة الطفل دي زيه زي كتير أوي من أطفالنا بيتعرضوا لأشكال كتير أوي من التنمر،